السلام عليكم. في يوم من الايام وبالتحديد سنه 1960 يوصل المؤلف والسيناريست الكبير ابو السعود الابياري فيلته في الدقي، والدنيا هاديه والحياه زي الفل، واولاده ومراته قاعدين معاه في الفيلا في جو اسري جميل. ولكن التليفون بتاع البيت يرن، يقوم ابو السعود الابياري يرد على التليفون، وبعد ما يرفع سماعه التليفون عشان يرد، مراته وولاده يلاحظوا ان وشه مرعوب وما بيقولش غير كلمه واحده بس اللي بيكلمه: حاضر حاضر حاضر. مجرد ما ينزل سماعه التليفون مراته وولاده يجروا عليه ويقولوا له: مين اللي كان بيكلمك وخلاك في الحاله دي؟ فيقول لهم ان اللي كان بيكلمني هو السفاح محمود سليمان، طالب مني 2000 جنيه دلوقتي احطهم له تحت دكه البواب، ولو ما عملتش كده هيقتلكم كلكم. وطبعا في اللحظه دي البيت كله بقى في حاله رعب زي ابو السعود بالظبط، وابو السعود ساعتها يقرر انه يتصل بالبوليس ويقول لهم اللي حصل. وعلشان كان البوليس في الوقت ده اي بلاغ بيتقال فيه اسم محمود سليمان كانوا بيتعاملوا معاه بمنتهى الاهميه، في ظرف ثواني كانت الفيلا مرشقه حكومه، والحكومه تقول له ما تقلقش، وان هم هيعينوا له حمايه مخصوص ليه تحميه هو واولاده ومراته. والغريبه بقى انه بعد كام يوم يلاقي ابو السعود الإباري تليفونه بيرن تاني، بس المره دي من اسم البوليس اللي تابع ليه، وبيقولوا له ان هم عايزينه في الاسم علشان قبضوا على السفاح. ابو السعود اول ما سمع الجمله ديت خد بعضه وطلع على طول على الاسم اللي تابع ليه، واول ما وصل دخل لمأمور الاسم عشان اول ما يوصل مكتب مأمور الاسم يدخل ويلاقي صاحب عمره اسماعيل ياسين قاعد عند مأمور الاسم ولكن مقبوض عليه. طبعا ابو السعود في الاول ما كانش فاهم حاجه، لكن مأمور الاسم فهمه ان هم لما تتبعوا الرقم اللي اتصل بيه وهددوا لقوه ان هو نفس رقم فيلة اسماعيل ياسين، وان اسماعيل ياسين كان بيضحك معاه فنانين زمان دول على المحركات. عشان نفهم ليه اسم محمود سليمان ده عمل كل الحاله من الرعب دي لابو السعود الإبياري، وليه اسماعيل ياسين استخدمه في المقلب ده، فلازم نحكي القصه من اولها. الحكايه بتبدا تحديدا سنه 1920 لما ابو محمود بيقرر يسيب بلده هنا ويسافر لبنان علشان يلاقي فرصه شغل كويسه ويامن بيها مستقبل الاسره كلها. وفعلا الراجل بتعبه وجهده وشقاه يفتح شركه شحن بضايع على قده كده، وتبقى الدنيا معاه زي الفل. لكن ما كانش فيه غير حاجه واحده بس هي اللي مسوده عيشته، وهي ابنه محمود. محمود من صغره كان عارف ومحدد اهدافه وعارف بالظبط هو عايز ايه. يعني مثلا وهو عنده 7 سنين كانت اول سرقه ليه، راح سرق من السوق 4 خيارات. مش عارف ليه بصراحة. 4 خيارات ليه يا عم؟ مش عارف هي والله. خزنة ولا ايه؟ لكن وهو عنده 9 سنين الواد بقى بيلعب على كبير وانضم لعصابة في لبنان متخصصة في سرقة بيوت الأغنياء. ولأن الواد كان سفلوت كده ورشيق عن بقية العصابة، ادوله هو مهمة تسلق الأدوار العالية وأسوار الفيلل. ولما حوده كبر كده وبقى شاب بالغ حب يعلم من السي في بتاعه بقى ويقفلها كبيره المره دي عشان يتقبض عليه، بس المره دي وهو بيسرق فيلا الرئيس اللبناني السابق كميل شابور. وفي الوقت ده كان ابو محمود جد منه بقى وعرف ان هو بقى عار عليه هو والاسره كلها، وقرر ان هو يسيب له لبنان ويرجع مصر تاني. لكن محمود مفيش فايده فيه، مش عايز يتهد، يهرب من السجن في لبنان ويروح البيت، يعرف ان اهله سابوا لبنان ورجعوا مصر فيروح رايح وراه. لما محمود بيرجع مصر وبيعرف ان ابوه مات وسابها له مخدره خلص، فبيبيع نصيبه في املاك ابوه وبيروح القاهره ويفتح دار نشر علشان يبدا فصل جديد في حياته هينقله من حرامي لنجم مجتمع. والحقيقه ان المرحله دي في حياه محمود كانت من احلى المراحل، مرحله كان فيها في منتهى الشياكه والاناقه، واد واجهه كده يقدر يدخل عالم الفنانين ونجوم المجتمع ويتعرف عليهم بشكل شخصي. وده اللي حصل، اتعرف بشكل شخصي مثلا على واحد زي عبد الحليم حافظ، وكمان صحفي كبير زي مصطفى امين. وبعد ما حوده يلم شويه معلومات حلوه كده يقرر ياخد اول خطوه فعليه وينفذ اول عمليه سرقه، ويقرر يسرق مين بقى الفاجر؟ امير الشعراء احمد شوقي. سرق منه تمثال على شكل نخله من الذهب الخالص كان مديهوله امير البحرين هديه بعد ما حصل على لقب امير الشعراء، شرفنا. وبعدها يروح يسرق فيلة سباهي باشا في اسكندريه، وده كان من العائلات الغنيه جدا في الوقت ده. ولكن كل حاجه في حياه محمود بتتلخبط لما بيروح يقرر يسرق فيلة كوكب الشرق ام كلثوم. محمود لما بيروح يسرق بيت ام كلثوم بيتقفش هناك، الغفره اللي هناك بيمسكوه. لكن محمود لما بيروح الحكومه بيقول لهم ان هو ما كانش رايح اصلا عشان يسرق الفيلا، وانه كان على علاقه بالخدامه بتاعت ام كلثوم. لكن كل الكلام ده طبعا بيتعرف انه كده وبيتحبس بقى، وتتهموا الشرطه ساعتها في 58 قضيه سرقه. وطبعا في اللحظه دي محمود ما كانش محتاج حاجه غير محامي يجي يطلعه من الوكسه السوداء اللي وقع فيها، ولان اصلا اقرب صحاب محمود يبقى المحامي بدر الدين ايوب، فيقول له ساعتها انه هيقف جنبه ومش هيسيبه غير لما يخرجه من السجن. ولان الصحاب في اجازه والصاحب الجدع لازم يتلدع، يعرف محمود وهو جوه السجن ان بدر الدين على علاقه بمراته نوال وان هما بيقرطسوه، وكمان مأخر اجراءات القضيه قاصد علشان يستفرد بمراته نوال.
وهنا لازم من وقفه يا جدعان. الراجل اللي الاجرام بيقول له يا معلم بيتقرطس يا رجاله. بيقرر محمود يهرب من السجن ويروح لبيت مراته نوال في اسكندريه علشان ينتقم منها ويقتلها، وفعلا بيروح لها البيت وهو معاه مسدس. وجاب المسدس بكام؟ ولما محمود بيدخل لها البيت بتاعها بيضرب عليها نار، لكن ولا طلقه بتيجي فيها، وكل الطلقات بتيجي في اختها. وبعد ما محمود بيفشل ان هو يقتل مراته بيدور على المحامي بدر الدين في كل حته، لكن مش بيلاقيه، فبياخد بعضه وبيطلع على واحد من معارفه. ومحمود بيقول له يا اما تقول لي مكان بدر الدين فين يا اما هفتقك هنا. زميلك اللي ضربني بالغرزه هو فين يا عم؟ فالراجل بيحاول يهديه ويقول له انه هيقول له مكان بدر الدين بس يهدى شويه ومفيش داعي للعنف. فمحمود بيفهم هنا انه الراجل بيحاول يعطله عشان يبلغ البوليس، ما هو مش تلميذ. فمحمود بياخد بعضه ويهرب، بس هو بيهرب في واحد من الخدامين اللي شغالين عند الراجل بيحاول يوقفه، فمحمود برضه بيقتله. محمود كده قاتل الاثنين لحد دلوقتي، ما فهمش الاثنين اللي هو رايح اصلا يقتله. ومن بعد الجريمتين دول الشارع المصري ما بقاش وراه اي حاجه غير ان هم بيتكلموا على محمود اللي هرب من السجن وعمال يقتل في الناس ما بين القاهره واسكندريه. يعني كفايه اقول لك مثلا ان جريده كبيره زي الاهرام خصصت كل يوم صفحه كامله بتتكلم فيها عن اخبار محمود سليمان وعن جرائمه، لدرجه ان في يوم محمود ما عملش اي حاجه فيها راحت نزلت الاهرام السفاح النهارده في اجازه. ومن الواضح يا جماعه والله اعلم ان الموضوع ده عجب محمود هو وذات نفسه، لدرجه ان هو بقى بيراسل جريده الاهرام ويبعت لهم حكاياته ويقول لهم هو هيعمل ايه الفتره الجايه في حياته. يعني من ضمن البلاغات اللي جت للبوليس مثلا ان محمود السفاح كان موجود في شقه في شارع محمد علي في القاهره، فالبوليس خد بعضه وراح علشان يقبض على محمود السفاح. ما لقاش محمود ولا حاجه، لكن لقى على سريره كراسه مكتوب فيها بخط ايده قصته مع المحامي ومراته نوال، وطالب هو بخط ايده انها تتنشر في جريده الاهرام. يعني من ضمن مثلا القصص اللي كتبتها جريده الاهرام ونشرتها عن محمود ان هو كان في يوم موجود في شارع السلطان حسين في اسكندريه ووقف تاكسي، وكان في ايده جورنال بتاع الاهرام ومنشور فيه صورته، وقدمها كده للسواق وهو قاعد جنبه قال له تعرف صوره مين؟ فالسواق بص لمحمود وقبل ما يرد عليه محمود بص له قال له دي صوره شقام. لكن سيد المعلمين هداه وقال له انا مش طالب منك غير حاجه واحده بس، شايف الورقه دي؟ عايزك توصلها للعقيد محمد البشبيشي وتقول له ان دي ورقه من السفاح محمود سليمان. السلام عليكم. وطبعا ربنا ما يوريك عن الحاله اللي كان فيها السواق في اللحظه دي، لكن فعلا بيعمل اللي محمود طلبه منه وبيروح للعقيد محمد البشبيشي وبيسلمه الورقه. ولما الورقه بتوصل للعقيد محمد البشبيشي بيلاقي ان محمود بيقول له فيها ان انت ازاي بتدور عليا انا وسايب المجرمين الحقيقيين عايشين اللي هي مراته نوال والمحامي بدر الدين. يا ابن الكلب، يا ابن الكلب. وعشان تفهم قد ايه محمود كان شخصيه غريبه وانه فعلا بقى بيحب القصص اللي بتتحكي عنه وبتتنشر في الجرايد، محمود في يوم كان رايح يسرق بيت في الدقي، وواضح ان البيت ده كان بتاع واحده ست كبيره، ومحمود وهو بيسرق المجوهرات بتاعتها الست حست بيه، ولكن مع ذلك خافت ان هي تقوم وتواجهه وكملت نوم وقالت ياخد اللي ياخده، لكن محمود بيضرب الكشاف اللي كان في ايده في وشها. وهنا الست عرفت انه مفيش مفر فراحت قامت له، فمحمود قال لها المجوهرات دي تعمل لها كام يعني؟ راحت الست قالت له يجي لها مثلا بتاع 3000 جنيه. قال لها انا مش محتاج غير 100 جنيه. وفعلا الست تدي له 100 جنيه ومحمود يسيب لها المجوهرات. لكن قبل ما يمشي من اللا شيء كده يلف ويقول لها على فكره انا مش وحش، والكلام اللي بيتقال عني ان انا سفاح ده مش صح، انا بس علشان حبيت مراتي نوال قوي وحبيت صاحبي قوي فلما غدروا بيا كان لازم انتقم. فالست تقعد معاه وكمان يطلعوا سجاير ويقعدوا يشربوها وتتعاطف مع قصته. حسبنا الله ونعم الوكيل في ده. ومع زيادة جرائم محمود وحيرة الشرطة إنها تقبض عليه أو تمسكه، بتقرر الشرطة بقرار رسمي إن هي تحط مكافأة 1000 جنيه للي يقبض على محمود. وطبعا لما الخبر ده بيوصل لمحمود بيعرف إن الأيام الجاية هتبقى طين عليه، فبيقرر إنه أحسن مكان دلوقتي يهرب فيه ومحدش يقدر يوصل له فيه هو مسقط رأسه في كنها. وفعلا محمود بيوقف أول عربية بتقابله وبيطلب من السواق اللي فيها إن هو يوصله لقنا، لكن في نص الطريق كده السواق بيعرف وبيتأكد إن اللي قاعد جنبه ده يبقى محمود سليمان السفاح. واول كمين بيقفوا فيه السواق بيقول له انه هينزل يوري رخصه للظابط، لكن طبعا الكلام ده مش على سيد المعلمين اللي فاهم متاكد ان السواق نازل يسلمه. فاستنى السواق لما ينزل ونط مكانه على الدركسيون وطلع بالعربيه بعد ما ضرب نار على الكمين وقتل الناس من اللي كانوا واقفين فيه.
المهم ان الحكومه بتطلع وراه وبيحصل بينهم مطارده، بتنتهي في الاخر ان هم بيعرفوا انه استخبى في مغاره في مكان في جنوب القاهره. بيتلم حوالين المغاره دي 10,000 شخص، نصهم من الحكومه ونصهم من اهل البلد اللي جايين يتفرجوا على السفاح. وطبعا زي ما توقعت انت، الحكومه بترفض ان هي تعمل اللي محمود طالبه، وبيحصل ما بينهم تبادل اطلاق نار بينتهي في الاخر باصابه محمود ب 17 طلقه وموت. وبالمناسبه بعد موت محمود الحكومه ما دفنتوش على طول، لا، جابوا راسه وصبوا عليها جبس وعملوا بيها قالب لتمثال موجود لحد دلوقتي في المتحف الجنائي المصري برشف. وبس كده سيب، وبكده تكون انتهت قصه واحد من اغرب السفاحين اللي عدوا على مصر. بس سيبك انت، انزل بقى اعمل لنا سبسكرايب كده واعمل لنا لايك علشان ما ويا ريت كمان تقول لنا في الكومنتات هل انت متعاطف ولا كاره لمحمود، وشايف ان اللي عمله ده صح ولا غلط.